السلام عليكم يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنعمل لكم النهارده بقى اكله جديده. دي انارب. الانارب ديت احنا اتذبحت واتفتحت. هوريكم حاجه الاول. هنحط الاول ملح كده، ايه، رشيدي كده، كميه حلوه كده اهو. هنحط تاني ليمونتين كبار جدا كده، هحصرهم بالسكين. هحط معاهم كمان دقيق، كمية من الدقيق كده، ايه، كبيرة برضو، عشان الأنارب بتبقى زفرة شوية، فلازم نغسلها غسيل محترم، لأن في ناس بتغسلها بالصابون. فاحنا هنعمل ايه؟ شوفوا بقى، هحط شوية جنزبيل كمان، كمية كبيرة كده. الجنزبيل ده بقى هو سر الايه اللي بيشيل الزفارة. هنحط الحاجات دي ونعصر الليمون، وهاجي اوريكم بقى الايه احنا هنعمل ايه في الاكل. احنا شلنا كل حاجة، يعني شوفوا الحتة دي بتبقى مقفولة تتفتح ويطلع اللي فيها. شلنا كل الحاجات اللي هنا كمان. ديت الفشة، بس الفشة بتاعت الأنارب بتتاكل يا جماعة، ما هي زي فشة الفراخ، بنشيلها كده برضو. واهو شوفوا الأرنب عملنا فيه ايه، ما خلاناش بقى فيه حاجة خالص اهو. ودي الراس سلخت واتحط واتفتح كده، اتنضف اهو. كل الحاجات اللي فيه دي بتشال وبتتقطع وبتشال العينين والودان، وبتبقى حتة اكلها حلو يعني. والارنب بتنضف كده، وهننقعه في الحاجات دي بقى يجي ساعة ساعتين، الوقت اللي عندك فاضي تعملي نفس الحكاية دي. وده طريقة، وهنقطع الارنب بقى حتت زي ما احنا عايزين. الكبدة بيبقى فيها المرارة بتاعتها، كبدة الأنارب دي بتبقى المرارة، شوفوا بالطول ده كله كده، بنشيلها بالراحة كده. لو اتقطعت بتمرر الكبد، فشلناها كلها كده وايه ونضفناها. دي الكلاوي ما بتترميش. وهنقطع الأرنب وهنحطه ننقعه في الحاجات دي، وهقول لكم بقى هنعمله ايه تاني. بصوا يا حبايبي بقى، نقعنا، شوفوا المية عاملة ازاي بقى، الجنزبيل والليمون، وشوفوا قشر برتقان كمان، حطينا قشر برتقانة كمان بتخلي ريحة الحاجات دي حلوة أوي، الفراخ أو الأنارب. دي الخلطة اللي أنا بعمل بها كل الحاجات اللي أنا بغسلها، سمك، فراخ، كل الحاجات دي، كرشة، الحاجات دي كلها بحطها ايه على الحاجات دي. فالوقت بقى هنغسل الحاجات دي بقى، نشطفها شطفة حلوة، واوريكم هنعمل ايه بقى تاني. هنحط بقى يا جماعه، شوفوا التومه زي ما هي، يا دوبك حاجه خفيفه قوي طلعت ريحه. هنحط بقى ايه القليل على ظهرها كده، ننزل على اللحم كده، ونحط بقى ايه كده مثلا، بتقطعها بقى زي ما انت عايزه، دي حاجه حريه. ودي توم ني خالص، وبصل وطماطم اهي. حط بقى ايه بهارات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ايه، فلفل اسود وحبهان. حط الباقي. الكبده الجميله كله مع بعضه، توابل مع بعضيها. اهم حاجه يا جماعه غسيل الحاجات دي، هي بقى سر الحاجه، تطلع حلوه وميه زفره وجميله. حطينا كله بقى والملح وكل حاجه اهو، زي طريقه الفراخ بس ما فيهاش توم. الفراخ دي ما فيهاش توم، لو انت مش عايزه تعملي الفراخ مشويه بتتعمل بنفس الطريقه كده، بس ما فيهاش توم، شكل برضو احلى فراخ كده. بقى ايه، احنا حطينا توم وبصل اهو، توم وبصل، وان شاء الله بقى ايه تطلع شويه احلى شويه انارب بالصلاه على النبي. وكده ايه هنوطي عليها، لا هنزودها ونحط لها ميه لحد ما تستوي. ساعة ما تغلب بعضها كده هتوطي عليها وتستوي لحد ما تستوي، وبعد كده اوريها لكم بقى هنعمل ايه تاني. كده يا جماعه شوفوا بقت ناشف بقت ايه،
شوربتها شكلها جميل ازاي. كل دي بقى فيها شوربه من الانياب، ولا حطينا ميه ولا حاجه. تكمل سوا ان شاء الله، ما احناش حاطين لها بقى كده يا حبايبي. هنعمل لكم بقى شوربه، هنعمل لكم ملوخيه بشوربه الانياب. علشان ايه؟ تبقى الاكله بقى كامله الانارب والملوخيه. دي ملوخيه متلجه من اللي احنا عاملينها في ايه، اللي بنعملها في الفريزر دي. هنحطها في الشوربه، خلي حبه كده يمكن ما نحتاجهاش. ودي التومه هنحمرها، حمر التومه هي كده بدأت تدبل. هنروح حاطين لها بقى ايه، شويه كزبره عشان كله يطلع طعمها ما يمررش كده. وهنحمر دي على ما ايه نعمل الملوخيه. الملوخيه بقى ايه متلجه. هنعمل شويه الملوخيه هنحطهم اعمل لكم النهارده بقى الملوخيه بتاعت الجديده اللي هي بالطشه. احنا عملنا لكم ملوخيه زمان، النهارده نعمل ملوخيه ايه اللي بالطشه بتاع الايام دي. تبقى ملوخيه بقى بالانارب، دي اكتر حاجه مشهوره، ملوخيه الانارب. حبه الشوربه دسمين وحلوين كده، ونحمر التومه برضو تحميره حلوه كده اللي هي ما تتحرقش. كده يا حبيبي بقى ملوخيه غليت اهي. شوفوا بقى، هنروح حاطين عليها طشه الملوخيه. ونعمل ايه بقى واحنا بنطشها؟ اسمعوا بقى الحته دي كده اهو. نشحق الشقه بتاع الملوخيه، ونروح بقى ايه عاملين لها كده اهو، ونروح بقى طافيين عليها، وخلصت الملوخيه. كده بقى يا حبايبي، شفتوا بقى حبة الملوخيه المختبرين دول، شايفين جمالهم بقى؟ ريحه وطعم وجمال بقى. ودولي بقى، وده بقى ايه انارب خلصناها وحمرناها. وبالصلاه على النبي شوفوا بقى معايا كده بتتفتفت اهي، بتتفتفت وحط لها شوربه ولحمها ابيض وجميل ازاي. وبألف هنا وشفا اللي هياكلوا. حبه فته بقى وفوقهم شويه رز معمر 200 رقاق وكده. بألف هنا وشفا اللي هياكلوا. الى اللقاء لفيديو اخر، واعملوا لنا لايك واشتركوا في القناه وشيروا ويلا بالسلامه.